طب الناس كلها يمكن تسمع وتعرف عن جون طلعت من 2011. انا عايز اعرف الناس بقى قبل كده، يعني جون كانت حياته عامله ازاي؟ كان في المدرسه، في الجامعه، في الطفوله، اللي احنا ما شفناهوش بقى ليه وما الحاجات دي سمعناش عنه. طيب؟ ما هو اللي احنا ما شفناهوش بقى، ما سمعناش عنه، ما انا عايز اعرف ايه اللي كون الشخصيه اللي يعني باعت الدنيا وقعدت. بص، انا خريج هندسه في 2004. اه. من صغري وانا بحب الالكترونيات. فمن مولود فين؟ مولود في شبرا اه. يعني، يعني وعايش في شبرا. منطقتك مش ومنطقتي، مجرد منطقه لا 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 انتخابيه. لا لا، مولود، واهلي واهل بابا واهل ماما كمان موجودين في اه. شبرا، فاحنا كلنا من شبرا يعني. اصل في ناس بتبقى لا بطاقة لا هناك فبتنزل انتخابات. لا لا، انا شبرا كلها يعني، اصحابي وعيلتي ومدارسي وحياتي وكل حاجه يعني كلها كانت في شبرا يعني. والطفولة بقى كان الطفوله كانت في مدرسه سانت فاطمه، اه. وبعد كده رحت مدرسه توفيقيه. ايوه. علشان بابا كان ليه رأي يعني، بقى العيال اللي هي بتاعت المدارس دي لأ، لازم تخشوا وتنشفوا صح. وتبقوا موجودين في عشان نتدلع التوفيقية اه. وبتاع والكلام ده. فدخلت التوفيقية. كانت صدمة بالنسبة لي ساعتها يعني، اللي هي طبعا صدمة سانت حضارية فاطمة يعني، فاهم من توفيقية بالظبط في صدمة حضارية كده. اه. فعقبال ما استوعبت كنت خلصت يعني، اه. عارف اللي هم ال3 سنين بتوع الثانوي دول. مجرد فجريت. ما تستوعب انت فين، ايه المجتمع ده، انتوا مين، رحت كنت لقيت خلصت نفسك على هناك. طول. فدخلت الكلية، دخلت هندسة. انا بقولك بحب الالكترونيات. كان لسه الموبايل نازل، فابتديت افك الموبايل واشوف بيعمل ايه وفي ايه وبتاع والكلام ده، واجيب موبايلات قديمه بايظه تقعد تفك فيها. واحاول اصلح فيها، لغايه ما اتعرفت على 2 اصدقاء. فتحنا انا وهم مركز صيانه لصيانه الموبايلات الكلام ده، وانا لسه بقى بدرس في الكليه، وده كان اول مشروع ليا. وكنا من اكبر الناس اللي يعني ساعتها في مصر ما كانش في حد بيصلح موبايل. لسه كنت اقول لك الموضوع ده كان فانا نادر، فاكر يعني اللي بقى كان كان جامد بيجي قوي. لنا شنط كده واكياس من العريش، اه، من من كل حتة. منوفيه وبتاع دي بتاع، وكل يوم بقى ليهم محافظه كده نقعد نصلح الموبايلات ليهم. اه. والشارع بنصلح له ببلاش. ببلاش. بس يعني اللي هو خلاص انت في فلوس كتير اه، بتيجي فانت من مش محتاج. المشروع ده. خلصت كليه هندسه، دخلت الجيش، طلعت اشتغلت في شركه اسمها EEC. مش عارف ده اعلان كده في ولا ايه، شركة بس ايه؟ لا عادي. شركه اتصالات يعني. كانت شغاله في قطاع الاتصالات، وانا كنا مهندس اتصالات. يعني كان الجميل ان انا رحت اشتغلت، كان اصحابي اصلا اللي في الكليه هم اللي موجودين في الشركه. مم. اشتغلنا وبتاع، بعد كده طلعنا السودان. اشتغلت 3 شهور في السودان، وانا هناك بقى ومن اسسنا الشركه بتاعتنا في السودان انا واصحابي اتصالات برضه؟ منهم. ما ابتدتش اتصالات، ابتدت ايجار عربيات. ايه ده؟ اللي هي الدبل كابينه، بقينا بنأجرها للشركات، الشركة فجبنا اه، في شركات عربيتين كتير فبيأجروا الدبل كابينه صح. لشركات الاتصالات. وانا نزلت هنا مصر واشتغلت في موبينيل. ابتديت فيها بدايه كويسه، وفضلت شغال في موبينيل لغايه 2015. والشركه شغاله بره بقى في السودان، فتحت في السودان وكذا دوله افريقيه. اتصالات يعني، بعنا بعد كده بعد اول سنه العربيات دي كلها، وفتحنا فرع اتصالات. وبقينا بقى الحمد لله يعني، احنا في فرع السودان مثلا كان عندنا 1000 مهندس بعد قبل ما شاء الحرب الله. يعني. كنا من اكبر الشركات هناك. فتحنا في الجابون والبنين يعني في 6 7 دول افريقيه يعني. وفضلنا شغالين فيهم بشكل كويس يعني الحمد لله. وجينا في 2013 فتحت الشركه بتاعتي هنا اللي هي اونلاين تيليكوم في قطاع الاتصالات. بتعمل آه، ايه بقى الشركة؟ احنا بنبني ابراج المحمول والانفراستراكشر بتاعت الكوميونيكيشن كلها. يعني بتشتغلوا مش للاند يوزر، يعني بتشتغلوا مع بنشتغل الشركات؟ الاوبريتور، احنا اه، بنشتغل اوبريتور الاوبريتور اللي هو للشركات. الاوبريتور. انت عندك فودافون، اتصالات، اورنج، وي. وي. انت بتبني لهم بقى المحطه بتاعتهم. مجرد ما بتجيب حته الارض بتتفق عليها، بتخلص عليها يعني، بتخلص سعرها ايجار. فبتقول لهم فخلاص نبدا نحفر، نبدا نصنع البرج، نبدا نطلع البرج، نركب الاكويبمنت لغايه ما خلاص هم بياخدوها ترنكي ان هي شغاله اون اير. انا عاجبني اللي انت حكيته ده في حاجة، ان دايما الناس كانت بتبقى شايفة ان رجل الاعمال او الناجح او اللي عنده اسم كبير او فلوس وارث وفي حد مديله وفي حد مساعده. فانت بتحكي لي اهو انت بدأت صلحت موبايلات انا فاكر يا احمد، انا اول عربيه جبتها كانت 127 توب. عامله حادثه، النص القداماني متشال يعني انت فاهم. اشتريتها عاملة كان حادثة ولا شاريها عملت عامله حادثه، فيها؟ لا لا، انا شاريها عامله حادثه ب اه. 1800 جنيه. وعايز اعملها، فوديتها عند السمكري كان اسمه عم عبد الله فاكر. اه. والله كنت بجيب الرفرف ب 30 جنيه من مصروفي يعني، احوش كده 30 جنيه فاروح عشان اجيب له تجيب. رفرف. اه. انت صدر العربيه بتجمعها؟ ب 110، فقعدت اجمعها لغايه ما طلعت. وادهنت بقى ازرق ميتاليك وبتاع، وبعتها وجبت عربيه بدلها 28 برضو كانت 76 اوكي. وجددتها وبعتها. لا يعني انت ما دام انت عايز، بيبقى عندك اصرار ان انت تعمل حاجه هتعرف تعملها.